هي ام كلثوم هي اللي قتلت اسمهان؟ وازاي كانت بتلعب مع المخابرات، ومش مخابرات دولة واحدة ولا اتنين، دول 3 يا مؤمن. وحادثة موتها لحد النهارده مش مفهومة، لأن في اللي قالوا إنها ماتت موتة ربنا، وفي اللي قالوا إن هي اتقتلت، وحواديت تانية كتير قوي دايما بتخلي قصة موتها جديدة. في نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918، ولما انهزمت تركيا أو الدولة العثمانية مع حلفائها من الألمان والنمسا، قرر الأمير فهد الأطرش وعيلته يهربوا من تركيا على واحدة من المراكب. وهم على ظهر المركب ولدت مراته عالية حسين المنذر بنت عينها زرقاء لونها لون البحر، سمتها أمان. وفضلت عيلة الأطرش تتنقل من بلد للتانية لحد سنة 1922 لما انضم أبوها هو والملك فهد للثوار ضد الفرنسيين في دولة سوريا. وقتها خافت مراته على عياله، فأخدت فؤاد وفريد وأمال وقررت تسيب السويداء وتروح دمشق. وعاشت الطفلة الجميلة أمال طفولتها في جبل الدروز في سوريا. ولما عرف الفرنسيين إنهم هناك قرروا يجيبوهم على إنهم رهاين عشان يهددوا أبوهم، فقررت أمهم تاخدهم تاني وتسافر، بس المرة دي كانت على القاهرة سنة 1923. وبعد ما كانت عايشة عيشة الملوك في سوريا، اضطرت أم أمال تعيش عيشة بسيطة في القاهرة، فباعت ذهبها واحدة واحدة عشان تقدر تصرف على أولادها. ولما خلصت فلوس الذهب قررت إنها تشتغل، فبقت بتخيط هدوم للجيران، تعمل مناديل الراس اللي كانت الستات بيلبسوها زمان. وعشان صوتها كان حلو كانت عالية أم أمال طول ما هي بتشتغل تدندن وتغني، فورثت أمال منها صوت الراقي المميز والجميل. وشوية شوية اتشهر أخوها واتعرف اللي هو فريد الأطرش. وفي مرة من المرات سمع صوتها الملحن داود حسني، ولما عرف انها اخت فريد الأطرش الصغيرة طلب منها تغني تاني، فلفتت نظره جدا خصوصا لما غنت لأم كلثوم وعبد الوهاب. فقرر داود يسميها اسمهان. ولان فريد الأطرش كانت علاقاته كويسه جدا بناس كتير في الوسط، فبدات اسمهان تلاقي اهتمام كبير قوي من الناس اللي حواليها اول ما قالت يا غنى. فداود حسني علمها العزف على العود، والشيخ زكريا احمد علمها اصول الالقاء، ومحمد الأصابجي هو كمان كان علمها ازاي تتنقل بين المقامات. وسنه 1932 وصل للقاهره الامير حسن الأطرش قريبها، واللي شافها وقع في حبها بسبب جمالها وطلب يتجوزها. لكن امها كانت رافضه الموضوع تماما لان سنها كان لسه صغير. لكن بعد ضغط عليها وافقت عشان يتجوزها الامير حسن الأطرش ويسافر بيها لجبل الدروز في سوريا. وعاشت معاه في قصر لمده 6 سنين، جابت منه فيهم 3 اولاد، لكن اللي عاش منهم كان بنتها كاميليا بس. وطول فتره جوازها كانت حاسه انها في سجن، وما كانتش بتحبه خالص ولا كانت طايقاه ولا حابه العيشه اصلا في سوريا من الاساس، لدرجه انها حاولت تنتحر اكتر من مره. ولما لقى الامير انها بتحاول بكل الطرق انها تسيبه وتتخلص منه، قرر يطلقها رغم انه كان لسه بيحبها. وسنه 1938 تقرر اسمهان ترجع للقاهره من تاني عشان تبدا رحلتها الشهيره والنجوميه اللي ما كانتش عارفه ان هي مستنياها. فبعد الامير حسن اتجوزت اسمهان من المخرج المصري احمد بدرخان، لكن جوازتهم ما طولتش. وبعد بدرخان اتجوزت من المخرج والممثل احمد سالم، واللي كان بيغير عليها قوي لدرجه ان هو في مره ضربها بالنار، لكن لحسن الحظ الطلقه ما صابتهاش وهربت منه بعدها جري على الشرطه عشان يلحقوها منه. ده غير الاشاعات اللي كانت بتقول انها على علاقه برئيس الديوان الملكي اللي كان في الفتره دي احمد حسنين باشا. وبسبب احمد حسنين كانت العلاقه بينها وبين الملكه نازلي ام الملك فاروق بايظه. الله، ومال الملكه نازلي بالموضوع؟ بص يا سيدي، الملكه نازلي هي كمان كانت مرتبطه باحمد حسنين، واتقال انها كمان كانت متجوزه عرفي. اخس. وواحده واحده بقت اسمهان من اهم واشهر مطربات القرن العشرين، لدرجه ان كان بيتقال عليها المنافسه الاولى لام كلثوم. وقبل ما اكمل لك باقي الحدوته لازم اقول لك ان اسمهان كمان كانت شغاله مع المخابرات، ومش مخابرات دولة واحدة ولا 2، دول 3، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وكان فريد أخوها دايما خايف عليها بسبب الشغل معاه، لكن في نفس الوقت ما كانش عارف يمنعها تبعد عنه. وفي سنة 1940 بلغها الأمير لاي مصطفى ثابت مدير قلم الجوازات إنها لازم تسيب مصر دلوقتي، وإلا هيطلعها البوليس بالقوة لأن إقامتها انتهت. فاضطرت تخرج من مصر وترجع لجبل الدروز من تاني. وهناك اتقال عنها كلام كتير قوي، زي انها كانت فاتحه بيتها اللي في عماره الأموبيليا على انه نادي قمار،
وفعلا هجم البوليس في مره عليه، فاضطرت اسمهان تسيب سوريا تاني، والمره دي راحت على القدس وبدات تتصرف تصرفات غريبه، خصوصا لما نزلت في فندق الملك داوود في القدس، فكانت بتصرف فلوسها بشكل جنوني جدا، وكانت دايما موجوده في الحفلات وسط الشمبانيا والكافيار، وكان بيحضر الحفلات دي قادة وعسكر وظباط ورجال أعمال. ده غير إنها كانت بتوزع جزمها وفساتينها على اللي شغالين في الفندق. واشترت هناك عربية رولز رويس ودفعت فيها 2500 جنيه وقت ما كان الجنيه جنيه بصحيح. واتقال إن هناك طلبت منها إدارة الفندق تسيب الجناح الملكي عشان الملكة نازلي أم الملك فاروق جاية مع أميرات القدس، فرفضت أسمهان تسيبه وقالت إن نازلي ملهاش سلطة هنا، وزي ما هي ملكة فأنا كمان أميرة وكمان بدفع فواتيري ومش هسيب الجناح. وعشان الحظ كان معاه ما حصلش مشكله كبيره بسبب ان الملك فاروق طلب من نازلي والاميرات ان هم يجوا على مصر. وفي مره من المرات ضيعت اسمهان خاتمها الالماس وقالت للسلطات ان وقع منها في عربيه كانت مؤجراها، وبعد ما ضربت الشرطه السواق علقه موت قالت لهم خلاص يا جماعه انا لقيته في مكان تاني. وفي سنه 1944 بالتحديد يوم 14 يوليو اللي هو شهر 7 كانت اسمهان ملتزمه بفيلم غرام وانتقام في مصر، فاستاذنت من منتج الفيلم الممثل يوسف وهبي في الفتره دي انها تسافر راس البر عشان محتاجه ترتاح كده وتقضي يوم فاني، واخدت فعلا اجازه عشان تسافر مع مديره اعمالها ماري قلاد. لكن في الطريق وفي حادثه غامضه وقعت العربيه في ترعه الساحل اللي موجوده حاليا في مدينه طلخ، وماتت هي وصاحبتها سوا. ومن هنا بقى يجي الكلام المهم، هل اسمهان ماتت موتة عاديه ولا اتقتلت؟ شوف يا سيدي، من بعد موتها والشكوك راحت لاكتر من حد، زي اخوها فؤاد الأطرش اللي كان على طول معارضها وكان ضدها، وام كلثوم بسبب الكلام اللي كان بيتقال عليها وقتها ان اسمهان بدات تسحب السجاده من تحت رجليها، واحمد سالم طليقها اللي كان مطرش ان هو كان فكر اصلا يقتلها قبل كده زي ما قلنا بسبب غيرته الجنونيه، والملكه نازلي اللي كانت مرتبطه بنفس الشخص اللي اسمهان حط عينها عليه. ولحد النهارده محدش عارف اسمهان ماتت موته طبيعيه ولا انقتلت، ودي كانت حادثه مدبره. قول لي انت شايف ايه بعد الكلام اللي انا قلته لك ده؟ وكده تخلص حدوته رسلان افندي. جابت منهم فيها 3 اولاد. الجمله دي مش اخته الصغيره المضوافر كانت متشجره. وسنه بقول لك ايه، انا قاعد بنقرا طول السكريبت بطريقتي، اصل انا طول ما انا حافظ تلاقيني بتكلم بعفويه، والله انا مذاكرها مدير اعمال، فانا قلت بقى هم كانوا سكرانين، فدلوقتي انتوا غيرتوا لي افكاري. وبعدين بقى السسبنس يا جدعان، قلبت في ترعه في الساحل واللي موجوده حاليا في مدينه طلخ. ترعه الساحل انا مذاكرها كده والله. ما تنساش، هل اسمهان ماتت موتة عاديه ولا انقلبت ولا